توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة بعنوان إيران تخترق مركز نووي إسرائيلي. تمام. وعندنا سؤال: متى يتم قطع كابلات الإنترنت الدولية في البحر الأحمر؟ وفي حقيقة على ما يبدو كتير مش واخد باله منها إن المنطقة فعلا دلوقتي في الوقت الحالي على فوهة بركان ممكن ينفجر في أي وقت وفي أي ساعة. وهنحاول مع بعض نوضح ايه الحكاية، ونبدأ الأول في اللي حصل مؤخرا، وهو اختراق كبير جدا إيراني في جماعة من القراصنة. تمام. الإيرانيين عملوا اختراق كبير جدا لمركز اسمه مركز سورينا للأبحاث النووية. سرقوا حوالي 197 جيجا بايت من البيانات النووية الإسرائيلية. ده أكبر اختراق حصل في إسرائيل يعني في الكام سنة اللي هي عمرها، يعني عمر هذا الكيان اللقيط. أكبر اختراق على الإطلاق وتهديد كبير جدا لإسرائيل. كان سبق الموضوع ده حاجتين. الحاجة الأولى إن نفس القصة دي حصلت بس في إيران. كانت إسرائيل اخترقت البرنامج النووي الإيراني وبرضه خدت منه، بس بعملية بقى يعني إنزال، خدت مجموعة كبيرة جدا من البيانات. واضح إن ده رد، بس رد جه متأخر شوية، لكن رد هو الأقوى. ويمكن اللي حصل ده أنا بعتبره إن هو ضربة تضاهي الضربة الصاروخية اللي حصلت قبل كده. هتقولي ليه؟ لأن سبق، لو حضراتكم متذكرين، يعني موضوع الهدهد، الطيارة الهدهد اللي صورت المراكز النووية، سواء كانت مراكز الأسلحة، المخازن بتاع الأسلحة النووية الإسرائيلية، ولا مفاعل ديمونة النووي. وده كان فيه رسالة إن احنا النووي بالنسبة لنا تحت إيدينا. النهاردة تأكيد كبير جدا وخطير جدا بإن حصل الاختراق اللي حضراتكم شايفينه. قراصنة إيرانيون يعلنون اختراق مركز الأبحاث النووية في إسرائيل. تمام. أعلنت مجموعة قراصنة إيرانية تعرف باسم حنظلة أنها نجحت في اختراق مركز سوريك للأبحاث النووية، وسرقت 197 جيجا من البيانات. تمام. وطبعا حتى الآن هم حرفيا يعني بيخبطوا دماغهم في الحيط. اللي حصل ده حصل ازاي؟ وهنشوف هنا بعض البيانات، فيديو اللي بيوضح البيانات اللي تم سرقتها. خليكم معايا لحظة واحدة، هنشوفه حالا. دي البيانات اللي اتسحبت من مركز سوريك النووي. نزلوا لهم فيديو ده اللي احنا خدناه باختصار، يعني افترى بصراحة. فده شيء كبير مش صغير، والموضوع مش سهل ومش بسيط. طيب طبعا انا عارف ان اليوتيوب بيزعل من الكلام اللي احنا بنقوله ده، فمعلش تحملونا شوية. اصل احنا عندنا قضية وعندنا 50,000 شهيد يعني، وعندنا قضية مصير، حياة او موت، فلازم كلنا نبذل مجهود رغم انف الجميع. ان شاء الله نوصل للناس. طيب ايه يعني نتيجة الكلام اللي حصل ده؟ خلي بالك احنا متعودين مع بعض ان احنا نمسك الخيوط، نجمع الخيوط مع بعض كده عشان الصورة تتضح. فاللي حصل ده وقبله بأقل من 24 ساعة كان رئيس الأركان السعودي، خلي بالك رئيس الأركان السعودي فين؟ في إيران. حلو. وغير كده في القمة بتاعتهم النهاردة، القمة الإسلامية يعني، واحنا بنتكلم على اكتر من 50 دولة عربية وإسلامية مجتمعين مع بعض. فيه نبرة متغيرة في الكلام والتصريحات، وفيه تصريح لمحمد بن سلمان في وسط الكلام كده قال ان يعني احنا بنندد بانتهاج السيادة، او بنطالب اسرائيل باحترام، او المجتمع الدولي باحترام السيادة الإيرانية. الله، هو مين بيودي لفين؟ وايه اللي جاب القلعة جنب البحر يا باشا؟ القلعة بقت جوه البحر دلوقتي، وفيه امور بتحصل وتجهيزات بتحصل. زي ما قلت لك في حسابات جديدة بتبدأ تتعامل النهاردة علشان الامور
مش زي زمان، الحسابات اختلفت تماما والاوضاع اختلفت تماما، واحنا امام واقع لازم نقر بيه ان الامور دلوقتي غير اللي فات تماما. طيب تمام، فخلاص خلصنا من موضوع اختراق النووي الكبير ده، القرصنة اللي حصلت من إيران، وزي ما قلت دي أكبر قرصنة حصلت على البرنامج النووي الإسرائيلي في حياتها كلها. وده على قد ما هو خطر في الحدث نفسه، على قد مدلولاته هي كمان خطر جدا. ليه؟ لأن دي رسالة لإسرائيل زي ما كانت رسالة الهدهد، واحنا اهو منشآتكم النووية اهي، وإذا كنا ما عندناش نووي، خلي بالك وده غلط، يعني أنا عارف إن أنا موقن تماما إن إيران تمتلك النووي دلوقتي، لكن قد إيه عدد الرؤوس ما حدش يعرف. تمام؟ قصة إنها لسه وهنمنحها والكلام ده كلام فاضي، لأن من زمان، من 3 سنين أنا قلت الكلام ده قبل كده، كان في خبير وكان شغال في هيئة الأمم المتحدة يعني، تمام، في المنظمة اللي هي بتاع الأسلحة النووية والكلام ده، وكان أحد المراقبين في إيران، وقال من 3 سنين إن إيران أقصاها 3 شهور وتكون عاملة سلاح نووي من زمان. أنا شايف التصريح ده بنفسي وسامع منه، بالإضافة إن CIA من حوالي 3 شهور أو 4 شهور قالت إن إيران لديها القدرة إنها تعمل قنبلة نووية خلال أسبوع. الكلام ده من شهور، تمام، لكن مفيش تأكيد حتى الآن من إيران. وحكاية التجربة النووية اللي حصلت قبل كده واللي عمل يعني تسببت في هزة والكلام زي كده، إيران ممكن تكون عملت القنبلة، وأنا مقتنع تماما إنها عندها خلاص رأس نووي، بس كام؟ 3 2 1 ما حدش يعرف. لكن هي أجرت تجربة نووية ولا لا؟ حتى الآن ما أجرتش. مفيش أي مصدر موثوق بيقول إن إيران أجرت التجربة النووية، ومش محتاجة تجري على فكرة، لأن إسرائيل حتى الآن عندها نووي من زمان. سنة 79 عملت تجربة كده ما اعلنتش عنها خالص، بعد كده الصحافة اتكلمت عنها بسنين طويلة، وكانت التجربة دي في جنوب أفريقيا علشان ما تحطش نفسها تحت عقوبات يعني، والناس تطالبها، مع انها بجحة يعني قدام العالم وكله عارف، بس في الوقت ده ما كانش تقدر تقول انا عندي نووي. وبالتالي مش لازم انت لما تمتلك نووي تعمل تجربة نووية. خلاص؟ طيب ايه الحكاية؟ الحكاية باختصار شديد جدا، ايران النهاردة ما بتقولش انا عندي نووي، لكن بتقول انتوا عندكم نووي، والضرب في النووي ممكن تضرب باللي عندك او تضرب اللي عنده. فاهمين الحسبة دي؟ اما تضرب اللي عندك، تضرب باللي عندك خلاص، او تضرب اللي عنده بأسلحة تقليدية. الاتنين هيعملوا نفس المفعول. واللي حابب يعرف الآثار يروح يراجع كده ايه اللي حصل في تشيرنوبل والكارثة اللي كانت ممكن تقضي على قطاع كبير جدا في أوروبا مش بس في أوكرانيا اللي حصل فيها الكارثة المفاعل، تمام، بتاع هيروشيما. طيب ده قصة النووي. في حاجات تانية، معطيات تانية كده زي ما قلت، موضوع الزيارة الغريبة المفاجأة بتاع رئيس الأركان السعودي لإيران، موضوع تصريح محمد بن سلمان النهاردة، موضوع كمان فيه عندنا حاجة كده مش عايزين نعديها لشخص أنا بعتبره إنه هو شخصية مهمة بعيدا عن إنه رجل أعمال كبير، وهو نجيب ساويرس. كتب جملة من 4 كلمات بالعربي وبالإنجليزي، تعالوا كده نشوفها. بيقول إيه؟ هناك حدث كبير قادم. something big is coming. حدث كبير قادم. قصة هنا تحذيرية، مش حدث بمعنى مشروع ولا خالص. في كتير جدا في العالم، وخصوصا المتواصلين مع شخصيات تقيلة يعني في المنظومة الدولية، عارفين ان في حاجة كبيرة جدا هتحصل خلال الفترة الجاية. ايه هي الحاجة الكبيرة دي؟ باختصار شديد، وانا هقول وجهة نظر طبعا. باختصار، في نتنياهو واضح جدا انه ما عندوش بدايل تانية غير اشعال العالم، غير انه يحرق العالم حرفيا. ازاي؟ نتنياهو امبارح كان المفترض انه مطلوب امام يعني المحكمة، طلب غريب، قال ادوني بس 2.5 شهرين على اساس ايه؟ انه عنده ترتيبات زي ما احنا قلنا امبارح في البث بتاع امبارح، انه حصل تواصل بينه وبين ترامب 3 مرات
3 اتصالات كلها كانت بتتمحور حول الضربة الإسرائيلية المنتظرة لإيران. وبالنسبة لنتنياهو فرصة، بما ان ترامب جه، ترامب على طول هيقول له اتفضل اضرب المنشآت النووية، وغشيم وهبل ومجنون واتنين مجانين يتلموا على بعض. هتقول لي ترامب بيلم، يا جماعة ترامب بيلم اللي بيدفع فيه فلوس، تمام، لكن ترامب بيتغاشم على الضعيف او اللي بيفتكروا انه ضعيف، وبيحترم القوي. شوف بيعمل ايه مع روسيا، شوف بيعمل ايه مع كوريا الشمالية. هو لحد دلوقتي بالنسبة له التقرير اللي عندهم ان لسه ايران ما عندهاش نووي، وبالتالي احنا هنضرب الدفاعات الجوية ونضرب مصانع الصواريخ ونقطع ايدين ايران، ونضرب الحلفاء بتاعها في المنطقة، اليمن ولبنان وسوريا والعراق وكل الحلفاء نضربهم في وقت واحد. دول اللي بيتناقشوا فيه. وعلشان كده العالم النهاردة فعلا بيحكمه شوية مجانين ومجاذيب وشوية منحطين للأسف الشديد. الحكاية دي بتودينا للاحتمالات السيئة أكثر منها الاحتمالات العاقلة. يعني في أوقات تانية كنت بتلاقي مجنون واحد في العالم، في دولة أو 2 أو 3، لكن أنت بتتكلم على أغلب الدول القوية النهاردة على رأسها شوية مجانين. بترامب كملت قفلت. وفيما يتعلق بنتنياهو، ده مش مجنون وبس، ده مجنون ومجرم وما عندوش حاجة أصلا يخاف عليها. نتنياهو اليوم اللي هتقف فيه الحروب وخلاص على كده هيتسجن. وبالنسبة لواحد زي ده السجن يوم واحد، عشان هو جبان جدا، وشفناه لما بتاع السفارات بتضرب بيجري ازاي زي الجبان، عشان جبان جدا. بالنسبة له دي انتحار، فقال لك انتحار بانتحار، ما نولع الدنيا نيرون يا عم الحاج، ولع فيها. نولع فيها نعمل ايه بقى؟ اللي بيفكروا فيه دلوقتي ضربة شاملة لإيران، تمام، دونما حسابات لتوابع الكلام ده. خلاص. وانا بقول لك طلب نتنياهو امبارح من المحكمة بان يؤجلوا مسوله امام المحكمة لشهرين ونص خطير جدا جدا جدا. واتصالاته اللي اعلنت مع ترامب دلوقتي برضو بنفس الخطورة، تمام. طيب ترامب هو كمان عايز يعمل انتصار، اي انتصارات، فقال لك انا هوقف الحرب هنا وهنا وهنا. وقلنا يا جماعة شرحنا الموضوع باختصار وبتفصيل كمان، موضوع انهاء الحرب، انه عايز ينهي الحرب في غزة لحساب ترامب، لحساب نتنياهو. يعني ينهي الحرب باعلان هزيمة العرب وانتصار مجرمي الحرب اللي في اسرائيل. ده كلمة انهاء الحرب، غير وقف الحرب. هو بيقول لك هنوقف الحرب بتاع روسيا، لكن هنا بيستخدم عبارة انهاء الحرب لحساب بالنتائج اللي هو عايزها يعني، تمام. طيب المعطيات اللي احنا اتكلمنا فيها وشوية الخيوط اللي احنا اتكلمنا فيها دول بيقولوا ان احنا حرفيا على فوهة بركان. بصوا انا زيكم بالظبط عارف ان التجميع اللي حصل دلوقتي في القمة العربية والإسلامية كلام فاضي في كلام فاضي، لكن انا اللي يهمني في الموضوع كله هو تغير الخطاب، وليه اتعملت دلوقتي بالشكل ده، تمام. واتعملت ليه إسلامية وعربية، مش عربية كالعادة. بصوا على قد ما الحكام العرب منبطحين وفسدوا، لكن في حقيقة هم غالبا وصلوا لها، ان ترامب احنا مش هناكل معاه دلوقتي. بمعنى ترامب غشيم وطماع، ولو احنا ما معناش اللي ندهوله ويكفيه هيقلب علينا. وحصلت الحكاية دي مع كتير. ده قلب على قطر، قطر اللي فيها اكبر قاعدة عسكرية امريكية خارج الحدود الامريكية، قلب عليها ود الضوء الاخضر لدول الخليج انها تجتاحها، فاهمني. وعشان كده الحزب، وسواء كان الحزب الديمقراطي والبنتاجون والحزب حتى الجمهوري، قال له انت اتجننت، دي اكبر قاعدة عندنا، عايزهم يخشوا يحتلوا قطر، ما ينفعش. وبعد شوية الراجل دفع في قطر، يعني الامير تميم دفع 185 مليار تقريبا، والدنيا اتقفلت واتظبطت ومشيت، تمام. ولذلك هم عارفين ان ترامب ملوش ماسكه، غير انه مجنون. النهارده معاك بكره هيبقى عليك على طول، ما عندوش، ما فيش ثوابت. وهو ده تاجر، وتاجر رخيص كمان. يعني اللي خلاه تاجر في الجنس في بداياته
وبنى ثروته من الجنس، تجاره الجنس والكلام ده. فما عندوش مبادئ اصلا عشان يبدا يحمي حد عشان لا لا خالص، القصه دي ما فيش. هم حاسين بالخطر بالظبط، بان ترامب مش زي زمان. ترامب اللي هو كان بيدعم ديكتاتوريات علشان هي ديكتاتوريات القصه مش كده خالص. القصه ان هم دلوقتي ترامب وجوده بالنسبه لهم مش زي ما كتير منا بيعتقد ان هو فرصه. فيه منهم كتير فرحانين صحيح، لكن فيه جوه الفرحه دي رعب، ان هو لو ضغط عليهم جامد ممكن الحكايه تضرب من تحتيهم. بالاضافه ان هو طول الوقت بياخد وما بيديش، واغلب الدول المنطقه اقتصاديا في ازمه. هيدوا ايه؟ مفيش حاجه، تاخدوا الريح من البلاط، ما عندهمش حاجه خالص يدوها، تمام، الا في اطار التنازلات والتطبيع والكلام زي كده. طيب تطبيع ازاي وابن المجرمين دول اللي هو نتنياهو موجود وبيعمل الجرائم دي؟ ولذلك الخطاب متغير شويه، تمام. طيب ده بالنسبه للمين؟ للعرب. في نقطه تانية مهمه جدا، وهو الموقف الحالي والاحتقان اللي بين اسرائيل وايران. واللي زود الاحتقان ده وجود ترامب ونجاح ترامب. يمكن هم بيقولوا او كان ايران يعني مديه مجال ان لو جت هارس الدنيا هتتلم وممكن نوصل لاتفاق وخلاص. لكن بوجود ترامب عنده الموضوع الايراني صفري. ترامب ما عندوش فيها فصال، وزي ما قلت لك ما فيش حاجه اسمها تراجع فيما يتعلق بموضوع ترامب. ده جه غير كل حاجه ساعه ما نجح بعد اوباما والاتفاق النووي والكلام ده. طيب ماشي. ولذلك لو هنفترض ان الحكام العرب، وانا هنا خلي بالكم فرقوا ما بين الحكام العرب وحكام الامه الاسلاميه عشان نقدر نفصل. لو كانت الحكام العرب هتماهي وهتنبطح تماما كلها يعني لترامب والاراده الامريكيه والتطبيع والكلام زي كده، حلو، ده فيما يتعلق بعلاقتهم بامريكا واسرائيل. طيب هيعملوا ايه بقى في اللي هيحصل بين اسرائيل وامريكا في جانب وايران في جانب تاني؟ هتقول ازاي يعني؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ هقول لك يا باشا، ما القلعه قلت لك جوه البحر. ليه؟ هم ظبطوا تماما وبقى حلوين مع ترامب ورضي عنهم، وده مش صعب جدا يعني، تمام، لان ده له تمن هم معهمش تمن. لكن هنقول ده حصل. طيب شويه واسرائيل، وده اللي باين حتى الان، هتضرب ايران. ايران هتقعد ايه؟ تعمل لهم كده ولا هتضرب؟ وهتضرب فين؟ هتضرب جوه اسرائيل، وهتضرب ابار النفط الخليجيه، يعني شريان الحياه لدول الخليج هتضربه. ومش هتضربه من ايران وبس، ده هتضربه من 5 جهات، ايران واليمن وسوريا والعراق، كله هيلطش. ما بص، هتبقى فرح ومالوش صاحب الحكايه دي. وده بالظبط اللي انا بقول لك، بركان المنطقه كلها على فوهه بركان. لو الفوهه دي انفجر والبركان ده انفجر، الحمم اللي بتطلع من البركان ما تعرفش هتحرق مين ولا تروح فين، ملهاش اخر. وفي النهايه انت ما تعرفش النار اللي جوه دي ممكن تكون قد ايه وتوصل نيرانها والحمم دي لحد فين. ما حدش يضمن حاجه. الحروب بالذات يا جماعه ممكن تبداها، لكن مستحيل تعرف تنهيها زي ما انت عايز، مستحيل. على طول بتبقى عارف موعد بدايتها، زي ما حصل في روسيا وحصل كتير قبل كده. امريكا نفسها وقعت في ده اكتر من مره في فيتنام وغيرها. بتبقى عارف ان انت هتقدر تبدا الحرب، لكن تنهيها امتى؟ مش بمزاجك، فلتت منك يا معلم. الحرب حاجه تانية خالص، حسابات تانية. طيب وبالتالي الحكام العرب مش يعني في راحه او مش في منطقه امنه لو اخذوا موقف مهادن مع الغرب وكلبتهم وبنتهم اللقيطه. حلو. هيظل ايه؟ ان التصعيد اللي حاصل ده ما بين امريكا واسرائيل في جانب وايران في جانب اخر بيهددهم هم قبل ما بيهدد اسرائيل ولا امريكا. لان الضربه الرد بتاع ايران هيكون رد واسع النطاق، وما هيكونش على اسرائيل بس. اسرائيل والقواعد الامريكيه في الخليج وابار البترول الخليجيه وابار الغاز الاسرائيليه كده وبس. لا يا حلو، خش بقى على الليفل الوحش اللي بعده، ان لو الضربه قويه جدا وانها فعلا يعني
دمرت قطاع كبير في ايران تحديدا. انا بتكلم هنا على المشروع النووي وعلى ابار البترول اللي هي تعتبر يعني تعتبر شريان حياه بالنسبه لي. ربنا يبارك فيك. شكرا يا سمير. ربنا يبارك فيك حبيبي على دعم القناه. تسلم. وبالتالي الرد الايراني له اكتر من ليفل. الليفل الاول اللي احنا شفناه ضربه صاروخيه على القواعد العسكريه، فيه ليفل 2 3 4. الثاني ضربه صاروخيه برضو وبالمسيرات بتطلع من اكتر من اتجاه، بتستهدف حاجتين، قواعد عسكريه وبتستهدف منشآت مدنيه. خلاص بقى، انت مش كسرت قواعد الاشتباك في غزه وفي لبنان، انا كمان هكسر قواعد الاشتباك. وصوت بقى زي ما انت عايز، صوت هطلع لك ما انت اهو عندك الارقام، عن العالم كله شافك. تمام. ده الليفل الثاني. الليفل الثالث ركزوا، ضرب ابار الغاز الاسرائيليه ومحطات الطاقه ومحطات الميه. خلاص، ده الليفل الثالث. وكمان جنبيها ضرب بعض القواعد العسكريه الامريكيه اللي هتخش امريكا عايزه يعني تساعد يعني. طيب كده بس؟ لا، في عندنا مستوى رابع وهو الخطير جدا جدا، وهو ضربة شاملة من إيران وحلفائها في المنطقة على كل حاجة. كل زي ما كانوا بيقولوها في لبنان، أبار بترول خليجية، قفل مضيق باب المندب، مضيق هرمز، قفل شريان العالم التجاري وشريان الطاقة في العالم. خلاص، ضرب منشآت وقواعد كاملة أمريكية، وضرب قطع بحرية في البحر الأحمر، وفي الخليج العربي. تمام. الكلام ده وارد جدا حدوثه. اللي بيحكمه ايه؟ الغشم الترامبي نتنياهو يعني. الغشم ده هو اللي هيحكم الرد، والغشم واضح جدا انهم ولاد مش عايزين، عشان بس الفيديو ما يتصنفش ويتقيد. انتوا عارفين دماغهم عامله ازاي. الاتنين دول لو اتلموا على بعض في ظروف احتقان زي كده، دول اولا عندهم جنون عظمه، مختلين عقليا حرفيا والله، مرضى نفسيين سيكوباتيين جدا، بيتلذذوا بتعذيب الاخر، منحطين جدا، ما عندهمش قواعد اشتباك، ما عندهمش اي مقاييس انسانيه، ولا ما فيش الكلام ده خالص. تمام. وبالتالي احنا امام سيناريو مرعب. الليفل 4 ده انا قلت ايه؟ مضيق باب المندب ومضيق هرمز وضرب كذا وكذا وكذا، بس ما قلتش الجديده بقى، قطع كابلات. ركزوا، الانترنت العالميه. انا هوريك خريطه دلوقتي لكابلات الانترنت في العالم علشان تعرف الجماعه في اليمن لما يضغط عليهم شويه ممكن يعملوا ايه في العالم كله. انت بتتكلم على سيناريو مرعب. خليكم معايا لحظه واحده كده، نفتحها زي كده مثلا، يعني على قد الصوره مش واضحه قوي لكن واضح. اغلب كابلات الانترنت معديه منين؟ من باب المندب، من عند الرجاله في اليمن. والرجاله في اليمن كان طلع كلام هوريكم دلوقتي من مصادر. طبعا انت لو بحثت الجماعه في اليمن يعني ايه اللي حصل، والبي بي سي طلعت وسي ان ان وقالوا ان هم هيقطعوا كابلات الانترنت زي كده مثلا. كابلات الانترنت الدوليه، هل كشفت الصحافه العالميه مؤامره امريكيه خطيره في قاع باب المندب دون قصد؟ تمام. من يسعى لاستهداف كابلات الانترنت الدوليه؟ الجماعه في اليمن، انا مش عايز اقول الاسم برضه بيتصنف في الفيديو. تمام. قالوا لا، احنا ما حصلش ان احنا استهدفنا الكابلات، ما حصلش. الكلام ده امتى؟ الكلام ده من فتره من شهور يعني. تمام. لما حصل اول الدخول لليمن على الخط، فقالوا لك هوب اليمن هتقطع كابلات الانترنت. قالوا لا، احنا مش في جدولنا الموضوع ده اصلا، ما حدش فينا قال احنا هنقطع كابلات الانترنت، بالرغم ان هم في مواقع تبع اليمن يعني على تليجرام نزلت الخرائط اللي زي اللي انتوا شفتوها دي بتاع الكابلات، وقالت ان ده من ضمن اهدافنا، بنك الاهداف هو الانترنت.
لكن الكلام ده على قناة على تليجرام من كام شهر فاتوا. طيب ننسى بقى اللي فات دلوقتي. لما نوصل لليفل 4 ونوصل للحزام، احنا يعني انا بسميها دي سياسة الحزام الناسف. انت بيفضل الضغط عليك لحد ما بتوصل لمستوى معين يبقى عليا وعلى اعدائي، بتضرب كل حاجة، ما بتعملش حسابات. طبعا قطع كابلات الانترنت في العالم حاجة كبيرة جدا، انت حرفيا بتفصل العالم نصين، خلاص بالسلام على كده. عشان تظبط القصة دي قدامك شهور وشهور. في خلال الشهور ده اقتصاد العالم كله هيقع، اقتصاد العالم كله متصل. انت اي تحويل فلوس من هنا لهنا تجارة، وكله بيبقى من خلال ايه؟ انترنت روح العالم النهاردة. مين اللي ماسك روح العالم كده بقى النهاردة؟ الرجالة في اليمن اللي عمال امريكا عماله تحك معاهم، واسرائيل عماله تحك، وهنضرب وهنعمل. واقول لك الغشم واضح ان هو ممكن يودي العالم كله في ثقب اسود. انت حضراتكم بعد كده مش هنلاقي بعض اساسا. وارد جدا ده يحصل، ووارد جدا يكون ده مخطط انه يحصل من اللي بيحكموا العالم، اللي انتوا عارفينهم، المناتب بمعنى اصح تحديدا يعني. واللي الصهيونيه دي جزء اداه من ضمن ادواتها على فكره. وارد جدا علشان نخش في ليفل تاني خالص، وليفل النهايه. احنا على اعتاب تغيرات كبيره جدا في العالم، وعلى اعتاب احداث قولا واحدا هي الاخطر على مر التاريخ. احنا حرفيا قدامها، محدش لسه متاكد هتحصل امتى، محدش يقدر يديك. لكن كتير جدا من الناس اللي عارفة وفاهمة سياسة شوية عارفين ان احنا امام مرحلة هي الاخطر في التاريخ. كل اللي فات ده كان لعب عيال. احنا ما اتكلمناش لسه على استخدامات النووي التكتيكي، ولا الاسلحة الكهرومغناطيسية، ولا الاسلحة البيولوجية، ولا الاسلحة الكيماوية، ولا 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 كل ده موجود. كل ده لما نوصل ليفل الوحش كل ده هيطلع، مفيش حاجة هتقعد. تمام. وبالتالي لكل حقيقة قدامها حقائق تانية. يعني النهاردة اللي بيعتقد ان امريكا جامدة جدا، وترامب جامد جدا، واسرائيل هتاخد السلاح من امريكا، وامريكا هتديها السلاح وتقدر تفرتك الدنيا، الكلام ده كلام فاضي يا جدعان، وبيحاولوا يمرروه على حضراتكم علشان تحسوا بالضعف. احنا مش ضعاف، احنا كلنا مش ضعاف. محور المقاومة والأمة العربية والإسلامية للأسف الشديد أضعف نقطة فيها هي حكامها. لكن هي ضعيفة؟ والله أبدا. احنا أمة أقسم بالله العلي العظيم عندها استعداد توقف العالم كله وما تقعدوش إلا بمزاجها، بإمكانياتنا دي. يعني مش هنروح نعمل إمكانيات تانية، لا، بإمكانياتنا دي حرفيا. للأسف الشديد عرفوا كويس خلال العشرات السنين اللي فاتت إن هم يزرعوا فينا شوية صهاينة عرب. لكن مع اشتداد المواجهة كل النظم اللي شغالة معاهم دي كلها هوب هتلاقيها ساحت وانتهت. تمام. ده موضوع التاني اللي احنا كاتبينه، اللي هو فيما يتعلق بإمتى ممكن يحصل قطع لكابلات الانترنت الدولية المعدية في البحر الأحمر. زي ما انتم شفتوها دي أغلب كابلات الانترنت، لما حتى اللي طالعه من البحر المتوسط في لبنان هتشتغل عليها يعني. فهم حرفيا هينوا عليها خالص. في حدث مهم جدا عايزين نتكلم فيه، وهو ان في مباراة احنا كنا اعلنا عليها قبل كده عشان موضوع امستردام. مباراة هتتعمل في فرنسا يوم 14 ما بين المنتخب الفرنسي ومنتخب الكيان اللقيط. حلو. من شوية فرنسا اعلنت بمنع الأعلام الفلسطينية إنها تشرف في الاستاد. تمام. وفرنسا بتحاول يعني، وخلي بالك أجهزة الشرطة حتى الآن حقيرة جدا، وهتشوفوا اللي حصل في أمستردام. الشرطة بمنتهى الوقاحة والانحطاط تعدت على متظاهرين هولنديين طالعين لدعم فلسطين، وتعدوا على ست محجبة، وحاجة في منتهى الانحطاط والحقارة. فرنسا الشرطة بتاعتها مش أحسن من يعني زيها زي الشرطة الهولندية. مبدئيا أجهزة الشرطة في أوروبا كلها أجهزة قمعية وأجهزة منحطة جدا، ووارد جدا أنها تتعامل
بمنتهى الحقاره خلال الفتره الجايه. هم متوقعين ايه؟ متوقعين ان امستردام دي كانت بروفا للي هيحصل للكيان المنبوذ لما هيروح اي مكان. واذا كان الرجاله الوحوش من المغرب وباقي الدول العربيه والاسلاميه اللي شاركت في اللي حصل في امستردام عمل الدنيا دي كلها وعمل ده كله، فما بالك اللي هيحصل في فرنسا؟ ده فرنسا دي حاجه تانية خالص. فرنسا دي يا جدعان انا ما اعرفش ربعها ولا تلتها يعني، ما انتوا عارفين الرجاله وحوش المغرب، وحوش الجزائر وتونس، الرجاله بتاع شمال افريقيا يعني مش ضيوف هناك، ده اصحاب بلد، ده الفرنسيين هم اللي ضيوف، فدي بلدهم. وبالتالي القصه مختلفه خالص في فرنسا، هم مرعوبين حرفيا النهارده. وعشان كده رساله لاخواننا الرجاله، اهلي واخواتي في المغرب والجزائر تونس، خفوا ايديكم شويه يا جدعان، خفوا شويه، انتوا مفترين قوي على فكره. طبعا فاهمين احنا ما بنتوش العنف طبعا ومالناش في العنف، انتوا عارفين احنا الناس مؤدبين جدا، لكن محتاجين ان تكونوا موجودين وبقوه، موجودين وبقوه، يعني عدد كده نوري العالم ان اذا كنتم تحكمتوا في الحكام فلن تتحكموا في الشعوب مهما عملتوا. ده اخر حاجه ممكن تحصل في الكون، ان انتوا تنيموا الشعوب دي تحت رجليكم. طول عمرنا هندوس على نفسكم في اي حته. تاني تحياتي لكل راجل حر في الامه العربيه والاسلاميه، لا نستثني احد. وخلي بالكم تاني، احنا كلنا راجل واحد، كلنا في الامه العربيه والاسلاميه راجل واحد، من المغرب لايران لماليزيا اندونيسيا لتركيا، لدول افريقيا كلها مسلمه والعربيه، كلنا راجل واحد. اوعوا تسمحوا لحد يعمل بيننا الفرق. بصوا شويه الصهاينه العرب دول بيتاكلوا وهم صغيرين وبيصغروا اكتر، وكل ما بيطلع واحد فيهم بيصغر اكتر. وخلي بالكم احنا مش بس اللي بندافع عن قضيتنا دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى اوجد لينا ناس حرة في العالم، منهم مسيحيين، منهم ملحدين، منهم يهود. تخيل والله في احرار من كل الجنسيات ومن كل الديانات معك. فاوعى تعتقد ان انت ضعيف، في ربنا سبحانه وتعالى في ظهرك وبيدفعك في اتجاه ان انت تكون راجل حر وكريم. اوعى تقبل الدنية مهما حصل. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.